السلام عليكم أعزائي المشاهدين، مرحبا بكم. أعزائي المشاهدين، مع اقتراب عيد الأضحى أو أي مناسبة، خاصة المناسبة الدينية، حيت المغاربة عندهم تعلق بهذه المناسبات وكيمشيو وكيبغوا يشوفوا الأحباب ديالهم والأهل. فإذا كيظهروا واحد النوع ديال الناس كيشاركونا الأكسجين للأسف، كيتصيدوا المناسبات ومريضي الأنفس وكيزيدوا على المسلمين وعلى عباد الله في الأثمنة، سواء من كيران طاكسيات أو اللي كيمتلك أي عربة كيزيدوا الثمن. كذلك السبيبية والبيع والشراية، البيع والشراية بجميع الأصناف، سواء كانوا مولاي الحوانت أو لا اللي في سوق الماشية. السبيبية كتصيدوا المناسبات وكيزيدوا على الناس، لانه كيشوفوا بان الناس ما عندهمش مفر وكاين بعض الناس. حنا ولينا كنعبدوا العادات ولا نعبد الله، داكشي ماشي من الدين وانما العادات. لان حنا صعيب باش تلقى شي مغربي انه ما يقدرش يشري الحولي، وخا كتلقاه كيمشي يبيع حوايجو باش يخرج يشري الحولي، كيقول لك حقا الدراري ما يشوفوش كذا كذا. حنا للاسف ما بقيناش كنعبدوا الله، بقينا كنعبدوا العادات، وهذا من اخطر الاشياء وغادي نجيو نهضروا عليها. وكذلك في ظل هذا الغلاء كنقولوا لهاد الناس اتقوا الله وحسبنا الله ونعم الوكيل في اللي كيزيد وكيغلي على الناس. تعالت بعض الاصوات كتدعو الى الغاء شعيره عيد الاضحى. خص المواطنين المغاربه، كنخاطب اصحاب العقول النيره، خصك تعرف اخي العزيز اختي الكريمه بان العيد الاضحى هو شعيره من شعائر الله. والله تعالى كيقول في سورة الحج الآية 32: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. يعني وثانيا خص الإخوان يعرفوا شكون هذا اللي كينادي بإلغاء الشعيرة ديال عيد الأضحى، شنو التوجه ديالو، شنو الخلفية ديالو، الأيديولوجية. فاش تخرج انت، هما كيبداوها من هنا، هما كيستغلوا ديك الفرصه العوز ديال المغاربه. الله يحسن العون، وانا غادي نجي نهضر المغاربه الله يحسن العون. القضيه مزيره مع حتى الحكومه ديالنا الموقره، يبدو بانها حتى هي من اللي كتصيد المناسبات. خرجت القرار حتى الدقيقه 90، مع العلم انهم كانوا عالمين، ولكن في هذه الوقيته هذه بزاف كيسمعوا المغاربه. فهمتش واش كيعجبهم ان المغاربه يكونوا ما مرتاحينش. الحكومه ديالنا بحال اللي ما كيعجبهاش بان المغربي يكون مرتاح اليس، ما كتحجبهاش. كتشوفو مسكين كيتشكى من غلاء الحولي وكذا وكذا والمسائل، كيقولوا لا زيدك زيدك هاد البوطه حتى هي ديها معك، ماشي ديها معك. الدعم ما شاء الله 500 درهم كيقطعوا لك فيها من هنا ومن هنا، كتوصلك 300 درهم. 300 درهم شنو يدير بها الانسان الله اعلم، والله المستعان. كما قلنا كتعالى بعض الاصوات كتقول لك بان هذه الشعيره خصها تحيد. لا، ما تحيدش. علاش تحيد؟ لان هذه سنه مؤكده ومستحبه، كما قلنا خصنا نعظموها، ولكن في نفس الوقت الله ما كيكلفش علينا. لان الرسول عليه الصلاه والسلام شنو كيقول؟ ان الله تعالى يحب ان تؤتى رخصه كما يكره ان تؤتى معصيته. رواه الامام احمد. الله كيحب العبد ديالو انه ياخذ بالرخص ديالو. الله قال لك بان ما عندكش ثمن ديال الاضحيه ولا استعسر عليك الامر، لا حرج عليك. هذا الا كنا كنعبد الله حق العباده. اما الا كنا كنعبدوا العادات والتقاليد، فان كل واحد اللي كيخرج حوايجو، اللي كيمشي تسلف من البنوك، تصور انك تسلف من البنكه باش تشري حولي. لا اله الا الله. علاش؟ كيقول لك الوليدات ما يشوفوش الجيران وكذا. الله المستعان. واش عارف بان هذا عيد الاضحى حتى حنا الله يهدينا، الانسان ملي يذبح العيد فهو ماشي كيخلي ديك القزره كيخليها عنده يتفرج فيها والشوا كما كنقولوا حنايا. لا، راه فيها زكاه. الرسول عليه الصلاه والسلام واحد الحديث سول عائشه رضي الله عنها، قال لها شنو قالت لنا غير واحد الكتفه، واحد الضلعه، كلها مشات، كلها وزعها، كلها خرج زكاه تصدق بها. هذا هو العيد. فالجار ديالك اللي ما عندوش، بسم الله اعطيه تكافل. تكافل هذا هو المغزى من شعائر الله. فالله
في الحج كيعلمنا ان يعني لا فرق، يعني كيتساوى الانسان. الصلاه والحج الانسان كيتساوى. فانت ملي كتدخل تصلي، هذا كيصلي قدام الفقير، قدام الغني، ما كتعرفش، ما كتختارش انت فين غتصلي، كتكبر وكتزيد. شكون اللي قدام على اليمين ديالك، شكون على الشمال ديالك، ما كتعرفهمش، فقير ولا غني ولا شنو المستوى ديالو. كذلك في الحج، حتى من الناحيه ديال اللباس ديال الحج يعني فيه مساواة، وهذا هو الغرض. رمضان الصيام كيعلمنا اننا يعني ملي كنجوعوا كنبداو نحسوا بالفقراء اللي ما كيملكوش القوت اليومي ديالهم في الايامات العاديه. وإلا كتشوفوا يعني الانسان حتى رمضان عاد كتكثر الصدقات، لانه كيبدا يحس باللي ما عندهمش القوت اليومي ديالهم. كذلك عيد الاضحى. من هذه المناسبه، فين هما داك الناس ملي وقع الزلزال ديال الاخوان ديالنا في الجنوب، هبوا المغاربه كاملين كيعاونوا، وهي يعني الحمد لله يعني أتلجت صدورنا. وحتى دابا بغينا منكم هذيك الوقفه. علاش دابا ما نوقفوش مع بعضياتنا؟ لان العيد نتوما كتشوفوا في السوشيال ميديا حتى حاجه ما بقات كتخبع، الناس كلشي كيتشكى، كلشي كيقول لك اللهم المستعان ولا حول ولا قوه الا بالله. ايوا خصنا حتى حنا نخرجوا للسواق ونشوفوا اللي ما عندوش، او نخرجوا مع سيدي ونجمعوا ونشريو شي اضاحي ونفرقوها على الناس اللي ما عندهاش. مع العلم انا قلت لك يعني الشعيره لا تسقط، يعني ما تسمعوش لديك الناس اللي كيقول لك لا خصو يتلغى ما خصوش يتلغى. لا، العيد ما يتلغاش لانها شعيره من شعائر الله، ومن يعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب. باش تكونوا متفاهمين. وإلا ما عندكش ما تزيرش على راسك، ما تسلف، ما تمشي تبيع شي حاجه، ما شي حاجه. الوليدات خصك تعلمهم من دابا. عندك الوليدات، لا نجلس معاهم ونهضر معاهم ونعلمهم يكونوا رجال. لا ولدي، ها شنو نشرح له؟ تقول ليش الوليدات ولا شي حاجه، حنا ما كنعبدوش اولا العاده، حنا ما كنعبدوش العاده، كنعبدوا الله. والله عطانا رخصه، يعني ما عندكش. كيقول الله تعالى في سوره البقره الايه 185: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، لان الدين هو دين يسر. سهله سهله. باش نمشي نشلق راسي انايا ونبيع ونتكلف ونتسلف لاش؟ صافي ما عنديش، الله المستعان، الله عالم. هضرة الناس، موسى عليه السلام قال طلب من الله انه يكف الالسنه ديال الناس عليه. قال له ما يمكنش، لان هذه انا ما منعتش عليا انا، يعني الله جل جلاله وما سلمش من الالسنه ديال الناس. يعني كاين الايات كثيره، يعني جعل له ولدا، جعل له الملائكه، قالوا بان الملائكه يعني بنات الله. مهم بزاف ديال الامور، يعني الله ما سلمش من الالسنه ديال الناس. اتسلم منا من ولا الانبياء وما سلموش، اتسلم منه من اولانا. الناس راهم اللي حتى القيام الساعه وما كيهضروا، وكنقولوا للناس الله يهديكم. يعني انك تشوف جارك مثلا ما معيطش اولا ما شراش وتزيدوا بالهضره لا وما عيطش وما هكذا، وكنا كنقولوا له اش تقول له. فالانسان خصو يعلم بان يعني وفوق هادشي هذا كامل العيد الحمد لله باقي طويل، فليطمئن قلبك. كيقول الرسول عليه الصلاه والسلام: لو انكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. صحيح الترمذي. يعني الانسان هنا واش عرف واش يعيش ولا ما يعيش ولا، فالانسان دائما خصو يحسن الظن بالله، والرزق ديالك مكفول عند الله. ولهذا الرزيق ديالك هديه، الرزيق ديالك راه غيديه حتى شي واحد ما يحيدو لك. ولهذا الانسان خصو يطمئن، تغلى ما تغلاشي. شوف الانسان اللي كان عنده شي بركه قدر مرحبا، ما قدرش لا يكلف الله نفسا الا وسعها والله مطلع. اما باش نبقاو نديروا ديك القضيه ديال العاده، حنا نعظموا شعائر الله، ما نسمعوش للناس اللي كيقول لك لا خصها تلغى ما تلغى. تقول هو العرس ديال شي واحد من العائله ديالو يلغيه فوقاش ما بغاو
لا، شعائر الله خصها تتعظم، لكن ومع ذلك الله دار الرخص. الله قلنا يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى المعصية ديالو. فالله المستعان. ونتمنوا من هاد الناس يعني الا وصلوا شي واحد الفيديو ديالي ولا بارازار تاتو معاونوا بالبارطاج اللي مازال ما انضمش للعائله ديال فيصل الزرقوق مرحبا به. يعني الانسان اتقوا الله. ناس طاكسيات، ناس ديال الكيران، ناس اللي ديال اي مهم اللي كيحركوا الناعوره في هذا العيد، حيه مرحبا، حرك الناعوره ونطلبوا لك التوفيق، ولكن بما يرضي الله. بما يرضي الله. مثلا المسافه من مدينه لمدينه عارفين هاد الثمن ديالها، بالثمن ديالها، ماشي بقاو تغزروا في عباد الله. خلونا غير مع الحكومه التي تطل علينا مره بمستملحتها والمستملحه نيت. يعني ما كاين الزياده ديال في السلع كتجي بين ليله وضحاها، ولكن الزياده في الاجور قال لك حتى ل 2026. الله. في القطاع الخاص، قال لك الزياده واحده والله العظيم الا شنو نقول لك، شر البليه ما يضحك. يا هذه الزياده في السلع بين ليله وضحاها. اليوم داروها في الحد الاثنين صبحات، يعني حتى الحد الانسان ما كيخدمش كيمشيو ولا يمشوا. يعني في شي حاجه كتخص السعاده ديال المواطنين، لا اصلا نكونوا واقفين على السعاده ديال المواطنين. يعني نخدموا الحاد ونخدموا السبت بالليل، الدنيا هانيه. المهم هي السعاده ديال المواطنين. خص المواطن يكون سعيد، لان هذا الخبر هذا اللي حنا قررناه كان يفرح المواطنين. ما بغيناش نتسناو حتى نهار الاثنين، لا نهار الاحد ندق المسمار باش نهار الاثنين صباح الامور مقاده. ولا حول ولا قوه الا بالله. اعزائي المشاهدين، السلام عليكم.